السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر تطورات موضوع القيد الثلاثي بتاع نادي الزمالك، المشكلة اللي دايرة النهاردة التلات، المفروض القرار يطلع النهاردة لحد دلوقتي الساعة 6 المغرب، واللجنة مجتمعة، مش بتراجع لسه بتراجع موضوع الإجراءات. موضوع أصلا دلوقتي بقى في المحكمة، الموضوع في المحكمة، واللجنة لحد دلوقتي لسه بتماطل في موضوع القيد. على فكرة الزمالك النهاردة طلع تأشيرة لدخول الثلاث لعيبة تونس. يعني الزمالك حاطط في بطنه بطيخة صيفي ان القرار هيبقى لصالحه، ويستلم الكارنات النهارده او بكره بالكتير. بناء عليه تم استخراج تأشيرة دخول البلد للثلاث لعيبة: أحمد بالحاج وناصر منسي ومحمود شبانة. بس إلى وقتنا هذا اتحاد الكرة بيماطل مماطلة غريبة جدا في إن هو يدينا الكارنيهات، مع العلم إن الموضوع أصلا خلصان من 3 أيام. الموضوع خلصان من 3 أيام. الموضوع دلوقتي مش موضوع بقى نادي الزمالك، لا، ده الموضوع شخصنة مع مرتضى منصور. الموضوع شخصنة مع مرتضى، بيعندوا معاه. طب انتوا بتعندوا معاه انتوا؟ احنا مالنا؟ يعني احنا مالنا؟ الفرق كلها بتلعب بلاعيبتها الجديدة عادي. يعني الفرق كلها بتلعب بلاعيبتها الجديدة عادي. انا ليه ما العبش بلاعيبتي الجديدة؟ او انتوا ليه حاطيني في ايه؟ حاطيني في كف مرتضى منصور، حاطيني في خانة مرتضى منصور. الشخصان ديت بينكم يعني اشتكوا بعض بعيد عن نادي الزمالك، حاربوا بعض بعيد عن نادي الزمالك. انا دلوقتي انا محتاج كل لاعب عندي في القائمة بفارغ الصبر. لازم جمهور الزمالك يعمل وقفة ضد اتحاد الكورة بقى. احنا كده، يعني احنا النهارده 20، النهارده 20 ولا 21، الفرق كلها بتلعب بلاعيبتها. كل الفرق بتلعب بلاعيبتها. و... وانا مفيش. اي 3 لعيبه بس انا محتاجهم. على الاقل محتاج واحد فيهم او اتنين. لازم يبقى في تحرك ضد اتحاد الكوره. هو اتحاد الكوره كده كده عاجلا او ام اجلا اتحاد الكوره ماشي، ماشي. والزمالك لو اشتكاه هياخد منه تعويض مادي كبير جدا.